بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح نتعلم كيف نكتب SQL query حتى نحسب متوسط أيام الإقامة لكل جناح من أجنحة المستشفى في قاعدة البيانات اللي صممناها سابقا. بما أنه إحنا بدنا نتعامل مع أجنحة المستشفى، إذا إحنا نحتاج جدول الأجنحة. جدول الأجنحة يحتوي على مثل ما تلاحظون 3 أعمدة، واحد من عندهم الورد نمبر اللي هو رقم الجناح ونوع الجناح وش قد يستوعب الجناح. هذا راح نحتاج انه نربطه مع الادميشن تيبل اللي هو يحتوي على تاريخ الدخول والخروج بالنسبة لهذا الجناح. زين، كيف نربط هاي الجدولين؟ عن طريق الجوين، عن طريق المفتاح الخارجي اللي هو يعتبر البرايمري كي بالنسبة لهذا الجدول ويعتبر الفورين كي بالنسبة لهذا الجدول. لذلك هنا لو تلاحظون ممكن انه الفورين كي يتكرر اكثر من مرة، لانه هذا الجناح اللي رقمه 5 ممكن انه نفس المريض يدخل به مرة اخرى، او ممكن مريض اخر يدخل بهذا الجناح، وهكذا. احنا هسه هنا هدفنا شنو؟ انه نحصل على فد جدول جديد حتى نعرض به متوسط الإقامة لكل جناح. فإذا جدولنا الجديد راح يحتوي على 3 أعمدة. بعد ما سوينا هذا الجوين راح نقول له سيلكت. العمود الأول هو اللي هو word number، والعمود الثاني هو نوعه، والعمود الثالث راح احنا ننطيه لانه بعد الاز معناها هاي احنا انطيناه هذا الاسم اللي هو الافريج ستاي. زين، هذا كيف راح نحسبه؟ نحسبه عن طريق دالتين بالحقيقه. هاي الداله داخل هاي الداله. الداله الاولى هي تحسب لنا الفرق اللي هي الديت ديفرنس، راح تطرح تاريخ الخروج ناقص تاريخ الدخول، بعدين ورا ما راح تطرحهم راح تحصل على قيمه. هذه الافريج شنو؟ في حاله انه رقم الجناح متكرر أكثر من مرة، هاي اللي راح تجمع كل التكرارات وتقسمهم على عددهم، لأن هذه هي متوسط. فلو نلاحظ هنا بما أنه هي 4 أيام الفرق وهنا 3 أيام الفرق، تجمع 4 زائد 3 راح يكون عندنا 7، تقسمهم على 2 راح يصير عندنا 3 أيام ونصف. هذا متوسط الإقامة بالنسبة للقسم خلينا نقول أو الجناح اللي هو رقم 5 اللي هو الكارديولوجي. فنلاحظ هنا 3 ونص. بالنسبة لبقية الأجنحة بما أنه هي ما تكررت، لو هي متكررة كان أكيد تقسمت على عدد التكرارات، بس هنا بما أنه هي مرة واحدة انوجدت فتقسمت على 1. فنلاحظ هنا بالنسبة لهذا الجناح اللي هو رقم 1 يعني خلينا نشوف هنا من يوم 10 من يوم 1 إلى يوم 10، فأكيد الفرق هو 9 أيام وهكذا. فإذا هاي الدالة، طبعا هاي الدالة اللي هي الأفريج هي تشبه دالة الكاونت اللي احنا شرحناها، وهاي أجريجيت. دائما نستخدم مع هاي الدوال جروب باي. بدون الجروب باي هاي بالحقيقة الجروب باي شو تسوي؟ هاي راح تجمع كل مجموعة اعتمادا على رقم الجناح. فبما انه هنا عندي 2 ارقام الاجنحه، فلذلك راح تحسب المتوسط لهذه السطرين. بس اذا ما قلت جروب باي راح الكل هاي خلينا نقول الاسطر اللي احنا خلينا نقول حصلناها عن طريق الجوين كلها راح تنجمع وكلها راح تتقسم على عدد الاسطر اللي احنا وصلناها، وطبعا هذا الشيء غلط راح يكون. فاذا الجروب باي مثل ما احنا سابقا شرحنا دائما افضل انه نكتب كل الأعمدة اللي احنا سوينا لها سيلكت قبل هاي الدالة. فلذلك أنا سويت جروب باي الورد نمبر وسويت جروب باي التايب، وهذا هي اللي كان جدولي النتيجة. لو نشوف قاعدة بياناتنا يعني بالعملي ننفذ، أول شيء خلينا نشوف الادميشن تيبل، هذا هو الادميشن تيبل، ونشوف الورد تيبل هذا هو الأجنحة. نروح على الاستعلام مالتنا ننفذه، راح نشوف انه يعني جاب لنا نفس النتائج اللي شفناها بالسلايدات. نمسح هذا ونشوف ايش راح ينطينا. لاحظوا جمعهم كلهم وقسمهم على عددهم، وهذا طبعا نتيجة غلط ويعني ما تسوي. فالأفضل انه احنا نستخدم الجروب باي لانه دائما تستخدم هي مع الافريج. اذا شفتوا هذا الفيديو كان مفيد لا تنسون اشتراككم بالقناة، تفاعلكم معها، وايضا اذا عندكم اي استعلامات ذكية حابين انه تشاركوها ونكتبها ونجربها، فاتمنى انه تكتبوها بالتعليقات. شكرا لكم والى اللقاء.